يا مساء الفل عليكم يا حبايب قلبي. انا قلت النهارده هعمل مايونيز معاكم بوصفه سهله جدا جدا وبسيطه جدا 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 وسريعه وما بتاخدش اي مكونات كتير. مكوناتها كلها في البيت، في اي بيت. وصفه جميله جدا وهتحبوها احسن ما تجيبوها من بره، بقت غاليه خالص اصلا بره. تعالوا بقى ملوك على المكونات بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك حالا حالا حالا، ولايكات كتير وكومنتات اكتر. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم، ولو عجبكم اشتركوا في القناة. تعالوا بقى مروق على المكونات بتاعتها، سهلة جدا 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 وبسيطة خالص. المكونات بتاعتها قدامكم اهيت: معلقة سكر ومعلقة ملح ونص كوباية حليب وكوباية زيت، لازم يكونوا ساقعين مشبرين، وعصرة ليمون ومعلقة خل. بس دي مكونات المايونيز، سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا. بره اصلا بقى غالي، فالواحد قال لما يعملها في البيت احسن. شفتوا ازاي سهلة وبسيطة خالص، ومكوناتها طبعا متوفرة في اي بيت، احسن من نشتريها من بره. اهي نضربها بقى في الخلاط. حطينا نص كوب الحليب وكوباية الزيت، حطينا شوية ملح وشوية السكر وعصرة الليمون اهو زي ما انتوا شايفين معايا اهو. وهنحط معلقة خل. طبعا بقى لو انت مثلا عايزة تزودي الكمية عادي ممكن تزودي الامكانيات بتاعتها اهو. انا عملت البرطمان بس، هعمله صباح بصباح احسن، يقعد بس كده عندي كام يوم وخلاص. بعد كده اعمل غيره بدل ما اعمل كمية كبيرة وتفضل عندي كتير اهو. هضربها بقى في الخلاط لحد ما تتقل معايا اهو. حاجة كده والله العظيم انا فعلا جميلة، ومعدش هجيبها تاني من بره خالص. هحط بقى الزيت كده تدريجيا زي ما انتوا شايفين، حبة بحبة عشان القوام يتقل معايا اهو. حاجة كده تحفة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ولو عايزين اي حاجة تانية ممكن تتعمل عادي نعملها لكم بطريقة سهلة برضو وبسيطة كده اهو. كانت محتاجة بس شوية زيت، حطيت تاني حبة زيت صغيرين كده عشان بس القوام يتقل معايا اهو. برضو تدريجيا اهو. والخلاط اهوت شغال، لازم القوام يتقل معانا اهو زي ما انتم شايفين معايا كده. والوصفة دي هتعجبكم جدا لانها سهلة خالص اهو. بصوا القوام عامل ازاي، جميلة وتقلت ازاي معايا، حلوة قوي ولا طعمها يجنن. وهتعملوها على طول ان شاء الله وادعولي بقى اهو. شفتوا القوام عامل ازاي؟ بصراحة بره بقت غالية خالص فقلت اما اعملها كده. جميلة خالص ازاي، تسلم ايديا وحياة عينيا. سهلة جدا جدا جدا. لو عجبتكم الوصفة اكتبولي في الكومنتات ان هي حلوة اهو. عملت معايا البرطمان دوت، الكمية اللي انا قلتلكوا عليها عملت معايا البرطمان ده، حلوة جدا جدا. ان شاء الله يكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اهو. ان شاء الله المرة الجاية بقى اعمل معاكم الكاتشب، طريقة الكاتشب. يلا باي باي.